حجة القائم المهدي. يوسف من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم. الشيخ إبراهيم، أنا سأعطيك آية إن شرحتها ستبين أن عائشة هي في النار أو في الجنة. نعم. ها؟ نعم تفضل. ما هي الآية؟ ما جاء في سورة التقوى إن الذين كفروا وأشركوا سيدخلون النار خالدين بما كانوا يعملون. هذه نزلت في المشركين أو الذين يحدثون البدع. ممكن الآية مرة أخرى تقرأها بهدوء قليلا؟ إن الذين كفروا. نعم. إن الذين كفروا وأشركوا نعم سيدخلون النار بما كانوا يعملون. هذه تجمع الذين ابتدعوا في الدين أم الذين كفروا وأشركوا في سورة التقوى. سورة التقوى. نعم. ما بها هذه الآية؟ ما بها هذه الآية؟ هذه الآية هل الآية دخل فيها الذين أشركوا أم الذين يبتدعوا الذين يحدثوا؟ نحن الآن لا يمكننا أن نفسر القرآن ولسنا مطلعين على تفاسير هذه الآية الكريمة. أن الذين كفروا وأشركوا وكفروا. نعم. إيه يعني ما علاقتها الآن بموضوعنا؟ لا، شرحها بسيط. إن شرحت غير تبين لنا هل هي في النار أم في الجنة. ما شرحه على شرح بسيط. ما علاقة هذه الآية يعني الآن وفسرناها. نعم. إذا فسرناها وقلنا نعم أن كل الذين ابتدعوا والذين أشركوا ولكننا نحن لا نتجرأ ويعني نتوسع في تفسير القرآن. نحن لسنا كالبكرية نفتي من كيفنا. شكرا. فهذه الآية يعني لا نستطيع الآن أن نتحدث فيها، ولكن عائشة نزلت فيها قرآن، نزلت فيها سورة التوحيد، سورة التحريم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. نعم تفضل. أنتم تسبون. نعم. أنتم تسبون من جاء فيهم قرآن. أزواج النبي أمرهم الله بأن يبلغوا الدين. نعم. يعني هذه اذكرن ما يتلى في بيوتكن من الحكمة هي القرآن. وأنت الآن هذه السورة التي أعطيتك لا هي في القرآن ولا هي آية. سورة التقوى لا توجد. أنا لم أدعي أنني حافظا القرآن ليس فيه سورة التقوى. لست حافظا للقرآن حتى تصور القرآن. نعم. حتى تصور القرآن لا تعرفها. لا أعرف. نعم. أنت الآن أتيت هل ما طرحناه نحن اليوم وقلنا أننا نحن حفظة للقرآن؟ أنا لست حافظا للقرآن حتى تأتيني بهذا أنت فضحت نفسك لأنك كذبت على الهواء مباشرة. يوسف، أنا لا أسيك. كيف تمسكت بالقرآن؟ يوسف، أتمسك بالقرآن ولكن لا أحفظه. ولم أدعي أن لحظة بس علي. أنا لم أدعي هنا وأتيت وقلت لك أنني أحفظ القرآن، ولذلك قلت لك اقرأ علينا الآية. اقرأ علينا وقلت أن الذين كفروا وأشركوا. حتى الصور لا تحفظها. أي لا أحفظها. هل هذا أنت تظن أن هذا أمرا عيبا يعني أنني أحفظ؟ عيب. نعم. ورسول الله أوصانا بالقرآن. كيف نتمسك؟ هل أنت تحفظ القرآن؟ كيف نتمسك؟ أنت تحفظ القرآن؟ لحظة أسألك هل أنت تحفظ القرآن؟ على ما سببته. الآن السؤال هل أنت تحفظ القرآن؟ هل أنت تحفظ القرآن؟ ولم أتهجم. نعم. لا، مسألة التهجم شيء ومسألة حفظ القرآن شيء آخر. أنت الآن لم تأتي ولا تظن أنك بهذا الأمر انتصرت. أنت لم تنتصر لا لنفسك ولا لمذهبك ولا لأمك عائشة الحميراء. الباحث أو الذي يبحث عن الحق أو الذي يذهب ويخوض غمار المحاورة والمناظرة عليه أن يأتي بالدليل، لا أن يأتي بهذه التهريجات وتظن أنك انتصرت. ومن ثم ما علاقة الآن حفظ القرآن الحكيم وبين الأمور الأخرى؟ السب أو التهجم أو طرح ما موجود في كتبكم من فضائح ومثالب ومخازي لأمكم هذه عائشة الحميراء المحياض. أنت الآن تظن أنك انتصرت بهذا الشيء؟ أنت بالعكس تبين جهلك وسخافتك ويعني حتى ابتداعك
وإن كان بهذه الصورة ابتداعك لآية، ونحن قلنا لك نحن لسنا حفظة للقرآن الحكيم، ولذلك قلنا لك اذكر الآية حتى نكتبها ونرى. ولكن هكذا عادة البكرية، حينما يوعزهم الدليل وحينما يوعزهم الانتصار بالدليل وبالأدلة القاطعة يأتون إلى هذه التهريجات وإلى الذهاب إلى أن هذا الحديث ضعيف أنها فتنة بين الصحابة وما أشبه، كلها تخريجات وتبريرات وتمحلات فقط من أجل حفظ قداسة كهنتهم وحفظ قداسة رموزهم المزيفة. أنا أشكرك على قوة ذاكرتك وذكائك. يعني يا عمي بلاش عبط، بلاش هبل.